كنت دايما بسمع عن القطط السوداء نحس، بس بصراحة عمري ما صدقت الكلام ده، وكنت بضحك لما حد يتكلم عن لعنة القطط. قلت يا عم خرافات، لحد اللي حصل لي مع صاوي، القط اللي دخل حياتي من غير إذن، ولما دخل ما عرفتش أخرجه. أنا اسمي جمعة، 32 سنة، مهندس، وساكن لوحدي في شقة هديمة في وسط البلد. العمارة من أيام زمان وسكانها قليلين، والسلم مكسر من أول درجة، بس كنت مبسوط، بحب الهدوء، أو كنت فاكر إني بحبه. في يوم وأنا راجع من الشغل متأخر، الساعة كانت قربت 12، وأنا طالع السلم شفت حاجة سودة بتتحرك قدامي. وقفت، ركزت، لقيته قط اسود قاعد على السلم وعينيه بتلمع. فضل يبص لي من غير ما يرمش ولا حتى يتحرك. حاولت اطرده، مرضيش يمشي، فضل ثابت لحد ما انا اللي مشيت. دخلت شقتي وقفلت الباب. بعد دقايق سمعت مواق وخربشة على الباب. اتكررت تاني يوم وتالت يوم، وفي الرابع قررت افتح له. دخل القط ومشي في الشقة كأنها شقته، ما خافش، ما بصش حواليه، بس وقف قدام المراية وبص لنفسه مدة طويلة. سميته صاوي. من يوم ما دخل الحاجات بدأت تتغير. الأنوار بقت تطفي وتنور لوحدها. الساعة اللي في المطبخ كل يوم تقف على 3 بالظبط. ريحة بخور محروق من أوضة النوم، وصوت خطوات في الطرقة وأنا أصلا نايم لوحدي. كنت بحاول أقنع نفسي إن كل ده توهم، بس في يوم حصل اللي خلاني أشك في عقلي. صحيت لقيت باب الأوضة مفتوح، وصاوي نايم على صدري، وشه في وشي، وعينيه مفتوحة، وسنانه فيها دم. كنت مرعوب، بس ما قدرتش أتحرك، كأن جسمي متثبت. قمت بالعافية، قفلته في الحمام، وحاولت أطرده تاني يوم، بس ما لقيتوش. اختفى كأنه عمره ما كان. قلت خلاص كده خلصنا. بعد كام يوم لقيت دفتر قديم مرمي تحت الكنبة. فتحته ولقيت اسم صاوي مكتوب بخط أحمر، وكان فيه رسومات لقطط سودة، واحدة منهم عينيها زي عيون صاوي بالظبط. وفي آخر صفحة كان مكتوب: من رباه صار ملكه، ومن نداه ما يتهناش بنومه. بعدها بدأت أشوف كوابيس كل يوم، فيها أوضة مليانة قطط وكلهم بيبصولي، وفي آخر الكابوس حد منهم بيتحول لبني آدم بوشي. صحيت في يوم من النوم على صوت غريب في المطبخ. لقيت الكراسي مقلوبة والمعالق مرمية على الأرض، وصاوي واقف على الرخامة وعمال يموق بصوت حاد، بس مش زي القطط، صوت أقرب لبكا طفل صغير. قررت أجيب شيخ يقرأ قرآن في الشقة. الشيخ أول ما دخل، صاوي ظهر فجأة من البلكونة وقعد يبصله، وبعدين اختفى قدامنا. الشيخ قال لي: انت مش ساكن لوحدك، ده الكائن ده مربوط بيك، ولو نطقت اسمه تاني هيرجع. من ساعتها بطلت أنطق اسمه. حاولت أغير شقتي، بس في كل مرة أروح أشوف مكان جديد ألاقي قط أسود واقف عند الباب بيبصلي ويمشي. في مرة وأنا في أوضة نومي لقيت المراية بتتعتم
وكتابة بتظهر لوحدها. أنا لسه هنا يا جمعة. كل ليلة الساعة 3:03 بسمع مواق عند الباب، ومرة سمعت صوت بينادي باسمي بنفس نبرة صوتي. في يوم لقيت صورتي ليا على الحيطة متعلقة لوحدها، وتحتها مكتوب: ده مكانك الجديد. وفي مرة أخيرة صحيت لقيت كل الحيطان مليانة رسومات قطط مرسومة بالدم. خرجت من الشقة جريت، بس وانا نازل السلم لقيته واقف عند أول درجة بيضحك. ومن يومها وانا مش لاقي شقة أقعد فيها، لأن في كل مرة هو بيوصل قبلي